تعالوا نتفرج على مطبخ جديد، مطبخ بولي لاك تركي مع الكونتر الجود وول مع المفصلات الايطالي الستانلس، وتحت عملنا اتش بي ال برضه مع كونتر، ووحده الحوض اتعملت بروديوم عشان البروديوم ما يتاثرش من الميه. بدأنا المطبخ هنا، حطينا هنا الديب فريزر وعملنا فوقيه ضرفه كبيره للخزين، زقتها ممتازه جدا، وعملنا هنا الضرفه هي نفسها كمقبض تمام. وبعديها عملنا ضرفتين على قد العمود بالظبط وتقسمهم من جوه، دول بيشيل معانا التواجد وكل حاجات كتير جدا وخزين. وعملنا هنا تحتيهم ضرفه اتش بي ال، والمقبض زي ما انتم شايفين شرط يعني بفتح واقفل من الضرفه نفسها. وعملنا هنا درج، وعملنا تحتيه درجين بامب. البامب طبعا بيستخدم للبصل والثوم والبطاطس تمام. وعملنا هنا بعد كده ضرفه، وهنا كان مكان الغساله، وبعد كده الحوض عملنا له ضرفتين تمام من جوه اللي هو البروديوم.